لكل عنصري نحن بنقول له على وجهك، على العربية تبعك، على الشرف تبعك، على النخوة تبعك. أنس المصيطف انتحر في لبنان، هو سوري من منبج. تعرفوا ليش؟ حتى ما يتم تسليمه للفرقة الرابعة من قبل السلطات اللبنانية. أنس المصيطف مات حتى ما يشوف ايش بده يصير في حاله وبحال اولاده وبحال نسائه واطفاله، لانه كلياتنا بنعرف الاجرام اللي بتقوم فيه الميليشيات التابعه للفرقه الرابعه التابعه لنظام الاسد المجرم. المسخره وين؟ انه بعد كل المناشدات من قبل الثوار والناشطين والاعلاميين والمدنيين والعرب كلياتها للامم المتحده ولمنظمه العفو الدوليه، اخر شيء منظمه العفو الدوليه بكل مسخره بتنزل بتقول نناشد السلطات اللبنانيه. من ناشد؟ لك انت ما بتناشد، الناس البسيطه والضعيفه هي اللي بتناشد لحتى حدا يساعدها، ما هم مشان تقول من ناشد السلطات اللبنانيه ايقاف الترحيل القسري للسوريين. شكرا لاهلنا في طرابلس، ينصر دينكم. شكرا لكم لوقفتكم مع اهلنا السوريين المظلومين المقهورين المضطهدين. السوريين في لبنان بدأوا يعانوا من العنصرية بشكل كتير كبير، والترحيل على أي سبب إن كانت أوراقك نظامية أو ما هي نظامية، ترحيل وحميل حالك واطلاع والتسليم مباشر للعوائل إلى الفرقة الرابعة. الفرقة الرابعة تبع للميليشيات الإيرانية وغيرها وغيراتها وكلياتكم بتعرفوا. نحن في الثورة السورية ما لنا هواة حرب ولا هواة موت، ولكن الكل بيطلع ليحارب ويدافع عن أهله وعرضه وناسه وأطفاله، لأنه ما بيحب يشوف في عينه ايش بده يصير فيهم، لأنه كلياتنا شفنا شو صار في التضامن، وهي مشهد كتير بسيط في مجزرة التضامن من الرعب واللا إنسانية والوحشية بحق المدنيين وبحق الأهالي في سوريا. الرعب هذا اللي عم يعيشوه، هذا عم يتكرر، وهذا بيعرف ايش بده يصير في أولاده وايش بده يصير في عائلته. لذلك فضل على نفسه الموت بإيده وينتحر ولا يشوف ايش بده يصير في اطفاله ونسائه على ايدي المجرمين التابعين للفرقه الرابعه والتابعين لنظام الاسد. ونحن كلياتنا ساكتين. يا ناس، يا عرب، يا سوريين، يا الدول العربيه، يا الشعوب، من ناشدكم جميعا بايقاف الترحيل القسري من لبنان باتجاه مناطق نظام الاسد. اكثر من 2 مليون سوري متواجدين في لبنان، وطرابلس لحالها وشعب طرابلس واقف في وجه عملية هي الترحيل، ولكن لحاله بده مين يسانده. شكرا لكم أهلنا في طرابلس، نتمنى منكم ما تتخلوا عن السوريين. للعنصري اللي تخلى عن السوريين ولكل عنصري نحن بنقول له على وجهك، على العربية تبعك، على الشرف تبعك، على النخوة تبعك. هي النخوة تبعكم، هي رد الجميل ايش ما كنت تكون، هي رد الجميل تبعك للسوريين اللي استقبلوك في الأحضان في 2006 يوم القصف الإسرائيلي. هذا هو رد الجميل. لا تقل لي ردينا الجميل وعشنا سنين وغيرها وغيراتها. سوريين عم بيعيشوا العنصرية على ايدكم، وانا هون بستقصد فقط العنصريين. اما الشعب اللبناني اللي واقف مع السوريين واللي قلبه مع السوريين واللي واقف مثل الضرع الحصين للسوريين، هو فوق راسنا وهو على راسنا من فوق، والله يعطيكم العافية. عم تعملوا طاقتكم واكثر من طاقتكم، ولكن نحن ما لنا ضعفاء وما لنا مستضعفين. شبابنا هون بتقدم ارواحها على خطوط الجبهات في كل المناطق المحررة، من اقصى جرابلس لجبل الزاوية لجسر الشيغور لريف حلب الغربي وغيرها وغيراتها، لانه بيأثر على نفسه يدافع عنهم ويموت ولا يشوف ايش بده يصير وراه، ولا بيريد يشوف ايش بده يدخل عليه ويصير فيه. فما بالك انت عم بتشيلهم بعوائلهم وبحالهم وبنسائهم وباطفالهم وبتسلمهم في ايدهم لا المجرمين اللي بيشربوا دماء اطفالنا. المسخره وين؟ الامم المتحده ما لها خبر كالعاده، مثل ايام الزلزال، والله درينا بعد 15 يوم بعد ما يتم ترحيل السوريين كلياتهم والقاء القبض عليهم، ولحق عبى سجون لزياده ورقه الضغط التابعه لنظام الاسد. المعتقلين والمعتقلات عنده هي ورقه ضغط بيستخدمها ايمت من حب، وبيستخدم فيها مشاعر السوريين انه بخرج لكم المعتقلين، وهو مجرم عم يموت عنده كثير في المعتقلات، بده يعوض كمان، ونحن بنسلمهم للفرقه الرابعه. الى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم.
الحق ظاهر والمستضعفين باينين، واللي عم يوقف مع المستضعفين هو معروف، والتاريخ عم يسجل وما في شيء رح ينتسى. بتمنى من كل شاب سوري عم يعاني، خليك قوي، لا تنتحر، لا ترمي بنفسك الى التهلكه امام هذا النظام المجرم. خليك قوي، وقف على رجليك وارفع راسك، قاوم بكل طاقتك. في ناس معك، في الله معك اول شيء، وفي ناس واقفه لجنبك. والثوره السوريه كلياتها مع كل مدني عم يتم تسليمه لنظام الاسد، مع كل عائله عم يتم تسليمها لنظام الاسد. عدا عن ذلك المعتقلين الموجودين في سجن روميه الله يكون في عونهم، منهم محكومين ب10 سنين ومنهم ب20 ومنهم بغيرها. وهي الشغلات اللي بينت بعض منها على الاعلام وطلعت. اشو اللي عم بيصير في السوريين لسه ما حدا بيعرف. اللي عم بيصير اكثر بكثير ما بنتخيله. عنصريه اينما كانت هي حقيره بكل معنى الكلمه. السلام عليكم.